السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. تعالي بقى، جبنا فرختين وخدنا الصدور بتاعتهم وعملنا التشكيلة الجميلة دي. هتنفعك قوي 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 في ايام الزنقة اللي انت مزنوقة فيها. تعمليها سندوتشات لاولادك في الكريب، تعمليها في فينو، تعمليها في عيش التورتيلا كده، حاجه جميله جدا طبعا. وتغنيكي عن شراء الاكل من بره، وحاجه نظيفه وعاملاها جميله. بصي البانيه المقرمش اللي شكله يفتح النفس. انا جبت صدرين الفراخ، قطعت واحد بانيه كده، بس قطعته تخين مش قطعته رفنع. وقطعت برضو واحد استريبتو كده جميل حلو قوي. بصي، التتبيله المعتاده، جبت كوبايه زبادي وشويه بهارات وصويا صوص، وعندك اي توابل حطيها اللي انت تحبيه. وخلي التتبيله بتاعتك سميكه شويه عشان تلزق في النسيج بتاع الفراخ. انا طبعا تبلتها يوم ما اشتريت الفراخ وحطها في الفريزر. جبت بيضتين بقى وشويه لبن كده، ورحت شويه فلفل اسمر، ورحت ضربتهم بالشوكه كده. طبعا بطلع البانيه الطريقه المعتاده، تحطيها في الدقيق في اول في البتاع دي في الدقيق، وبعد كده تحطيها في البيض، وبعدين تحطيها في المسحوق بتاع لا بقسماط، لا هي المكرمشات اللي بيجيبها من عند العطار، اي نوع انت عايزاه. تخلصي بقى الكميه كلها. بصي عاملاه ازاي، شايف شكل وهي مقطعه النسيج بتاع الفراخ او قطعه الفراخ اللي هي صدور دي، مقطعاها سميكه شويه. بصي جميله جدا. عملت بقى الكميه كلها. بتجيبي الاول القطعه تحطيها في الدقيق، بعدين تحطيها في البيض، وبعدين تحطيها في اي بقى نوع انت عايزاه، اذا كان بقسماط عايز ترجعيها في الدقيق التاني وتعمليها زي اللي هي بتاعه كنتاكي، ماشي على حسب ما انت عايزه. احنا اهم حاجه ان احنا بنعمل كميه وفيره نحطها في التلاجة تنفعك، عشان ما تشتريش اكل من بره، تشتري سندوتشات غاليه من بره وما تعرفيش هي معموله ازاي. بصي خلصت الكميه كلها، بجيب بقى كميه زيت حلوه كده، احطها في الوك بتاعي او الطاسه، واقلي بقى الكميه كلها. بصراحه انا بعملها مره في الشهر، بتريحني جدا جدا جدا. ليه بقى؟ اي حد مش عايز اي اكل، مش عاجبه اي اكل في البيت، بدل ما يطلب دريفلي او يطلب اكل جاهز، لا انت بتعملي سندوتش باي نوع، اذا كان فينو، اذا كان عيش سوري، عيش تورتيلا، اي حاجه. بصي هاي الكميه كلها حاجه بصراحه بتنفعك. انا باجي اول الشهر كده بعمل شويه البانيه دول، بعمل فطير، بعمل قرص كده للفطار، بعمل الكايزر، واروح حاطاه كله في التلاجة بصراحه. يعني انا عملت دوت مع العيش السوري في يوم واحد. وعملت برضو شويه قرص كده جمال جدا، برضو بحطهم في التلاجة. بحب انا اكل، ما بحبش اكل بره، بحب اكل البيت اعمله. حتى لو انا عايزه اكله من بره بعملها في البيت بصراحه. جميله جدا ونظيفه، وتحسي ان انت تاكلي حاجه نظيفه. حتى لو اغلى المحلات، انا برضو مش بحب اكل بره. بصي قليته بقى شكله، بصي شكله تحفه بصراحه. هو بيتكلم لاني مقطعه قطعه سميكه شويه، فمديها قوام كده، مخليها مقرمشه قوي. لا وعملت كميه حلوه قوي، بحطها كده في اطباق، تطلع الطبق كده تعملي سندوتش، حاجه جميله بصراحه. بيتقلي بقى الكميه كلها. طبعا التتبيلات دي اذواق، كل واحد يتبل بالطعم اللي هو عايز ياكله. انا ما اقدرش افرض عليكي تتبيله انت مش بتحبيها. يعني مثلا مش بحب التوابل كتير انا في الحاجه، مثلا بحب التوابل متوسطه، فما تجبرنيش ان انا احط من كل نوع معلقه معلقه معلقه. بتحس ان هي يعني بتعمل كده يعني في طعمها، بتغير طعم نسيج اللحمه. فانت قليل التوابل شويه على حسب ما انت، ما تمشيش على نظام حد. انت طعم اللي انت بتحبيه اعمليه. بصي بقى قليتي الكميه كلها. وطبعا ما تخليش الزيت فاضي، يعني يكون في لسه يكون في حتتين، حطي حتتين تاني على اساس ان الزيت بتاعك ما يتحرقش. شايفه؟ وعملت برضو الاستريبتو، طلعت الاستريبتو نزلته في الدقيق، وبعدين رجعته تاني في الميه ونفضته كده، عمل التعرجات دي جميله جدا. طبعا كلنا عارفين الطريقه دي، انا بس الفكره من الفيديو ان انا اقول لك توفري وتعمليها يوم في الاسبوع وتحطيهم في التلاجة وترتاحي بقى. ولادك عايزين سندوتشات، يطلعي اعملي واعملي لهم. عندك كبار شويه يعملوا لنفسيهم. بصي بقى الفيل تقطعيه كده وتحطي فيه واحده كده وعليها كاتشب ومايونيز وحاجه ايه. ولو عندك بقى عيش سوري، قطعيه كده صغننه كده وحطي عليه كاتشب ومايونيز وجبنه كده، وحطي في العيش السوري وسخنيه على الجريل، حاجه جميله. بصي ما شاء الله الحته ناشفه وجميله ازاي. حطي بقى شويه كاتشب كده، وحطي شويه مايونيز بقى وادي اولادك بألف هنا وشفا.
وطبعا انتي هو سندوتش الفيل طبعا اللي هو النون الصغنن ده، بس شكله حلو. بحب اجيبه كده عشان محدش يسيب حاجه، طبعا محدش بيسيب حاجه الايام دي يعني. بص شكل السندوتش عامل ازاي. انتي بقى بتجيبيه من بره بكام؟ وشوفي انت عملتيه في البيت بحاجه كده جميله. طبعا كل حاجه مكلفه، بس طبعا انتي تفنني فيها وتخليها ما شاء الله عليها تملى البيت خير. شايفه انا بقى بجيب الاطباق واحط كده في كل طبق 5 قطع كده. يوم كده ماليش مزاج اعمل شويه مكرونه واطلع طبقين يبقوا جاهزين، بسخنهم في الفرن او القلايه الهوائيه، ويبقوا غدا جاهز كده او عشاء جاهز. انت تعمليه فيه زي ما انت عايزه. بصي بقى حاجه سهله جدا، ولا اقعد بقى اطلع واتبل تاني واقلي من اول وجديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والقاكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.